عاملين ايه؟ يلا مع بعض نعمل مربى التين السهله السريعه البسيطه التقليديه جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه جديده. الوصفه ديت معتمداها، عمري في حياتي ما غيرتها من جمالها. حطوا لايك للفيديو ويلا بينا نبدا بالمقادير. هتجيبي اي كميه تين انت بتحبيها. انا عامه كنت جايبه حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص، بس للاسف هم صفصفوا معايا على الحبه دول لان البنات عندي اكلوهم بالف هنا وشفا، فقلت الحق دول بقى واعملهم على طول مربى. ابتديت ان انا اغسلهم كويس جدا جدا وابص فيهم عشان لو فيهم اي حاجه مش كويسه ما احطهاش مع المربى اللي انا هعملها. ابتديت اقطعها قطع كده متوسطه، لان انا يعني زي ما انتوا عايزينها بيوريه. اضربوه في الكبه نص ضربه، بتحبوها قطع كده زينا قطعوه التين حتت كبيره. ابتديت اقطعه بالشكل دوت. بعد كده هضيف عليه حوالي 300 جرام من السكر. طبعا كيلو التين بياخد نص كيلو سكر، فانا ما كنتش عارفه دول قد ايه، فبصراحه حطيت لهم 300 جرام بس من السكر. هسيبهم بقى نص ساعه كده مع بعض. اول ما يبتدوا ينزلوا الميه بتاعتهم بالشكل دوت هبتدي ان انا احطهم على النار. المربى بتحب تستوي على نار هاديه جدا، ما تعليش عليها خالص عشان ما تتحرقش او تشيط منك ويبقى طعمها مش حلو. ابتديت اول ما تطلع الريم بتاعها هنبتدي نطلعه كله، مش هنخلي فيها اي ريم خالص. هنسيبها برضو على نار هاديه وكل شويه هنقلب فيها ونطلع الريم منها عشان تبقى معانا صافيه وما فيهاش اي حاجه مش كويسه يعني. اول ما وصلت معايا على القوام ده ابتديت ان انا اجيب لها على طول ليمونه، هي ديت الماده الحافظه بتاعتها. في ناس بتحب تحط ملح ليمون بس انا ما بحبهوش خالص لانه بيتعب المعده والصراحه بيغير طعم المربى، فبحب استخدم ليمون فريش. طبعا بعد ما وصلت معايا للمرحله ديت شربت ميتها وخلاص، الليمون خلى السكر عقد فيها. ابتديت ان انا احط معلقه واعمل فيها كده بصمه بايدي لحد ما لقيتها متماسكه، ما تخرجش من مكانه خالص السائل المكرمل ده بتاع المربى. خلاص كده هي استوت معايا، تقدري بقى تحتفظي بيها في اي علب عندك او برطمانات. بجد يا جماعه حلوه وطعمها لذيذ جدا جدا جدا، واحسن مليون مره من اللي احنا بنشتريها. احنا تكاد تكون اللي بنجيبها من بره جاهزه، اي شركه بقى انتوا من الشركات اللي انتوا عارفينها، احنا بنجيب عباره عن جيلاتين وريحه التين. يعني انتوا متخيلين ما بيبقاش فيها قطعه كده خالص، وبتبقى كلها مواد حافظه ومش حلوه وبتبوظ بسرعه. لكن ديت تقدري تحتفظي بيها في التلاجة معاكي لمده 3 شهور، وممكن كمان تحطيها في الفريزر تقعد معاكي سنه. اتمنى تحطوا لايك للفيديو وباي باي.